فيلمنا بيبدأ بأسطورة بتقول إن الشيطان بيطوف في الأرض كل يوم وبيتجسد في هيئة بشرية، وده علشان يساعد البشر في ارتكاب أكبر عدد ممكن من الذنوب والخطايا. وإن بعد ما بتنجح خطته بيبدأ في تجميع كل المذنبين في مكان واحد، وبيكون مستخبي وسطهم وبيقتلهم واحد ورا التاني، وده علشان يعاقبهم وياخد أرواحهم معاه للجحيم. وإن من علامات حضور الشيطان في مكان هو حدوث عملية انتحار، واللي بعدها بيظهر الشيطان في هيئة بشرية علشان ينفذ خطته، واللي بيكون من خلالها يقدر يقتل بيها البشر المذنبين. وبتحصل حادثة انتحار وبيرمي شخص نفسه من مبنى عالي جدا وبينزل على عربية نقل كبيرة، ومن قوة الصدمة بتبدأ العربية في إنها تتحرك من تحت المبنى. وفي الوقت ده بنشوف المحقق بدوين وهو قاعد بيتغدى في مطعم مع واحد صاحبه، وبيحكي له بدوين عن القاتل اللي قتل عيلته كلها من 5 سنين، وإن لحد دلوقتي هو مش قادر إنه يمسكه. وأثناء كلامه بيجيله بلاغ فجأة عن حادثة انتحار، فبيتحرك بدوين بسرعة لمسرح الجريمة وبيكون مستغرب، وده لأن العربية بتكون متدمرة على الرغم من إنها بتكون واقفة قدام مبنى من دورين بس، وخصوصا إن العربية بتكون متدمرة بالشكل ده، وكمان من المستحيل إن شخص ينط عليها من ارتفاع دورين ويموت. وبيكون المساعد بتاعه شاكك إنها جريمة قتل مش انتحار، ولكن بدوين بيرفض الفكرة، وده لأنه بيلاقي في إيد الضحية سبحة، وإن ده معناه إن الضحية كان بيصلي قبل ما يقتل نفسه، وإن لو كان في حد بيحاول يقتله فكان ساعتها يمسك حاجة يدافع بيها عن نفسه. وبيلاحظ وقتها بدوين إن في مجرى مية تحت رجله، فبيستنتج إن العربية اتحركت، وده بسبب إن الطريق منحدر. وبيفضل بدوين ماشي لحد ما بيوصل لمبنى عالي، وبيخمن وقتها إن حادثة الانتحار حصلت منه. وفي الوقت ده بنشوف في المبنى العالي 5 أشخاص وهم بيركبوا في أسانسير واحد بس، وده بسبب إن كل الأسانسيرات اللي في المبنى بتكون مشغولة، واللي بيكونوا ال5 أشخاص دول هم راجل أمن لسه متعين جديد اسمه بن، وبنت اسمها سارة، وست عجوزة و2 شباب وهم فينس وتيم. وبمجرد ما بيتحرك الأسانسير فجأة بيهطل بيهم، وبيظهر وقتها على بن علامات الخوف والهلع، وبيظهر على بن إنه عنده فوبيا من الأماكن الضيقة. وبيقدر وقتها مكتب الأمن إنه يحدد الأسانسير العطلان، وبيطلب من عامل صيانة المبنى واللي اسمه دويت إنه يشوف سبب العطل ويصلحه. وبيكون في الوقت ده دويت في الدور ال35 واللي بيكون إزازه مكسور، وبيظهر وقتها إن ده الدور اللي حصلت فيه حالة الانتحار، ولكن ما بيكونش حد عارف. وفي نفس الوقت بيتواصل مكتب الأمن مع الركاب الموجودين في الأسانسير، واللي بيطلب منهم إنهم يهدوا، ده لأنهم هيصلحوا العطل في أسرع وقت. وبيحاول وقتها بن إنه يتكلم مع الأمن ولكنهم ما بيسمعوهوش، فبيخرج بن موبايله على أمل إنه يلاقي حد يساعده، وبيحاول إنه يتصل بزمايله في المكتب ولكن للأسف ما بيكونش فيه أي شبكة. وبيطلع عامل الصيانة دويت على سطح المبنى وبيفصل الأسانسير 10 ثواني وبعدها بيشغله تاني. وبمجرد ما بيفصل دويت الكهرباء عن الأسانسير بيترعب بن أكتر، وبيفضل ماسك في الست العجوزة لحد ما الكهرباء بترجع. وساعتها بيعتذر بن من الست العجوزة وبيفسر لها اللي حصل إنه بيعاني من فوبيا من الأماكن الضيقة، وده لأنه وهو صغير اتحبس في تابوت لمدة 6 ساعات، وإن من وقتها مش بيقدر إنه يتحمل الوجود في أي مكان مغلق لفترة طويلة. فبيتحرك وقتها تيم وبيحاول يساعده في إنه يفتح الفتحة اللي في السقف، وده علشان يلاقي أي منفذ هوا لبن. وبيقدر تيم إنه يفتح الفتحة اللي في السقف فعلا، وبيقف بن تحتها وبيبدأ في إنه يرتاح شوية. وبيفكر وقتها بن إنه يخرج من الفتحة، ولكن تيم بيمنعه وبيقول له إنهم حاليا متعلقين في نص المبنى، وإنهم لازم يتحلوا بالصبر شوية لحد ما يجي حد وينقذهم. وبيكون دويت بيحاول إنه يكتشف مكان العطل في الأسانسير ولكنه ما بيلاقيش أي عطل فيه وبيستغرب، فبيقرر إنه يحاول يسحب الأسانسير بشكل يدوي على أمل إنه يقدر يخرج الركاب من جواه. وبيظهر وقتها على شاشة كاميرات المراقبة قدام ريمرز في مكتب الأمن إن النور بيقطع على ركاب كل دقيقة، وبيبان ساعتها وش غريب على الشاشة للحظات وبيختفي. وفجأة بتقطع الكهرباء وبتقع سارة على الأرض وبتبدأ في إنها تصرخ، وبعدها بيجي النور من تاني وبيساعد الموجودين سارة في إنها تقف، واللي بتبقى مرعوبة وبتقول لهم ساعتها إن في حد عضها في ظهرها. وبيظهر وقتها أثر دم على جاكيت فينس، فبيتهموا كل الموجودين إن هو اللي عمل كده في سارة، وبيقرروا إنهم يفتشوه علشان يشوفوا إذا كان معاه أداة حد جرح بيها سارة، ولكن فينس بيرفض وبيبدأ إنه يتخانق معاهم. وبيلاحظ مكتب الأمن اللي بيحصل، فبيقرروا ساعتها إنهم يتصلوا بالشرطة علشان يبلغوا عن اللي حصل. وبيكون بدوين في الوقت ده تحت المبنى، وده لأنه بيشوف آثار إزاز مكسورة على الأرض، وبيتأكد ساعتها إن حادثة الانتحار حصلت من على نفس المبنى. وبيجيله ساعتها بلاغ من مكتب الأمن بوجود تهديد في نفس المبنى، فبيقرر إنه يتولى التحقيق فيها هو كمان. وبيكون موظف الأمن ريمرز خايف من الشكل اللي شافه في الكاميرا وبيبلغ زمايله عن اللي شافه، ولكن زميله بيتريق عليه وبيقول له إنه مجرد تشويش مش أكتر. ولكن ريمرز بيكون خايف جدا وبيقول له إن حاسس إن في حاجة وحشة هتحصل. وبيوصل ساعتها بدوين لمكتب الأمن وبيبلغوا ريمرز وزميله بكل اللي حصل. وبيتواصل وقتها بدوين مع ركاب وبيطلب منهم إنهم يحطوا بطايقهم قدام الكاميرا، وده علشان يعرف أسماء كل الموجودين، ولكن جودة الكاميرا بتكون ضعيفة جدا ومش بيقدر إنه يعرف أسمائهم، وعلشان كده
وبكده بيرجع لسجلات الاستقبال، وده على امل انه يقدر يحدد اسماء كل الركاب. وفي نفس الوقت في الاسانسير بيتقطع النور للمره التانية، وبيبدا ساعتها الركاب يسمعوا اصوات صريخ عاليه وما بيكونوش وقتها قادرين يحددوا الصوت خارج من مين فيهم. وفجاه بتنكسر مرايه الاسانسير وبتبدا الاصوات في انها تعلى لحد ما بيرجع النور، وبينصدموا وقتها كلهم لما بيلاقوا فينيس وهو مطعون في رقبته ميت. وبيكون ريمرز قاعد بيتابع اللي بيحصل وهو مرعوب، وبيروح يبلغ بدوين وبيقول له انه كل اللي بيحصل ده ملهوش غير معنى واحد بس، وهو ان الشيطان موجود في وسطهم والسبب في كل اللي بيحصل في الاسانسير. ولكن ما حدش طبعا بيصدق كلامه وبيفتكروه انه مجنون بسبب انه متدين. وبيبدا بدوين في مراجعه الكاميرات على امل انه يشوف المجرم اللي ارتكب جريمه القتل. وساعتها بيتعرف مساعد بدوين على بن، واللي بيكون تم اتهامه بالاعتداء على شخص واتحبس بسبب جريمته لمده سنتين. وفي نفس الوقت في الاسانسير بيلاحظ تيم وجود جواب في جيب فينيس، فبياخد الجواب وبيحطه قدام الكاميرا علشان بدوين يشوفه على امل انه يعرف حاجه منه. وبيقدر وقتها بدوين انه يعرف الشركه اللي كان فينيس طالعها في العماره، وبيقرر وقتها بدوين انه يروح للشركه علشان يعمل تحريات. ولكن في طريقه بيمر على الدور اللي حصل فيه حادثه الانتحار، وساعتها بيلاقي جواب مكتوب بخط ايد المنتحر واللي بيقول فيها انه كان لازم يهرب من خطوات الشيطان. وبتوصل وقتها المطافي على المبنى، وده علشان تساعد في تحرير الركاب اللي محبوسين في الاسانسير. وفي الوقت ده بيقرر تيم انه يطلع فوق سطح الاسانسير وبيطمن كل الموجودين انه في الاصل شغال ميكانيكي وانه هيحاول يصلحه. ولكنه اول ما بيطلع بتبدا الست العجوزه في الصريخ وبتقول انه بيحاول يهرب ويسيبهم لوحدهم، فبيمسكوا بن بسرعه وبيسحبوا لتحت وبيقفل فتحه الاسانسير وبيقول له ان ما فيش حد هيخرج من الاسانسير لحد ما الشرطه تخرجهم. وبيوصل بعدها بدوين للشركه، وبيعرف وقتها ان فينيس كان موظف في الشركه لكنه اترفد من 3 سنين بسبب انه قام بعمليه نصب كبيره وقدر انه يسرق فلوس عدد كبير من عملاء الشركه لدرجه ان في واحد انتحر منهم. فبيستنتج وقتها بدوين ان احتمال اللي قتل فينيس هو واحد من الناس اللي هو نصب عليهم. وبيرجع بعدها بدوين لمكتب الامن وبيلاقي ريمرز اللي بيكون لسه مصمم على رايه، وبيفضل يقول ان كل اللي بيحصل ده من فعل الشيطان، وبيجيب صوره الكائن الغريب اللي ظهر على الكاميرا قدامه وبيطلب من بدوين انه يركز في ملامحه. ولكن بيتجاهل كلامه بدوين وبيخرج ورقه من جيبه ومكتوب عليها كلمه انا اسف، وبيقول لريمرز ان دي كانت رساله اعتذار من الشخص اللي قتل مراته وابنه، وانه لقى الرساله دي سايبها الشخص اللي كان سايق بعد ما خبطهم بعربيته وسابهم وهرب، وده علشان ما يتقبضش عليه ويتحاكم. وبيكمل كلامه بدوين وبيقول انه مش مصدق بوجود الشياطين، وده لان البشر بقوا اكتر شر من الشياطين نفسهم. وفي الوقت ده بنشوف عامل الصيانه دويت وهو بيحاول انه يصلح الاسانسير، فبيقرر انه ينزل فوق الاسانسير بالحبل وده علشان يقدر يصلحه. ولكن فجاه بتهجم عليه خفافيش اللي بتتسبب في انه يختل توازنه لحد ما بيقع فوق الاسانسير وبيموت فورا. وبيحاول مكتب الامن انهم يتواصلوا مع دويت لكنه ما بيردش، فبيروح بدوين علشان يطمن عليه وبيشوفه هو ميت على سطح الاسانسير. فبيتصل ساعتها بفرقه المطافي وبيطلب منهم انهم يكسروا الحيطه وده علشان يحرروا الركاب. وبيمر الوقت وبيبدا بدوين في مراجعه الكاميرات مره تانية، وبيكتشف وقتها ان الست العجوزه اللي في الاسانسير حراميه، وبيعرف من السجلات ان اسمها جين. وبكده بيكون في الاسانسير شخص معتدي وبنت جدابه وجين الحراميه وفينس النصاب، وبيكون مش باقي غير تيم واللي بيكون محدش قادر انه يعرف عنه اي حاجه. وفجاه بيظهر لبدوين على الشاشه ان كل اللي في الاسانسير مقتولين، وبعدها الصوره بتتغير وبيرجع كل شخص لطبيعته. فبيتصدم وقتها بدوين وبيحس ان كلام ريمرز صح عن الشيطان، وبيتقطع النور مره تانية في الاسانسير وبيكون كل الركاب مرعوبين من اللي هيحصل لهم لحد ما بيرجع النور فجاه. وبينصدموا ساعتها لما بيلاقوا الست العجوزه جين وهي مشنوقه بسلك الكهرباء، وبيفك تيم السلك من على رقبه جين وبينزلها على الارض بمساعده بن. وفي الوقت ده بيؤمر بدوين بطرد كل الموجودين في المبنى واغلاقه، وده علشان يعرف مين المسؤول عن قطع الكهرباء عن الاسانسير. وبيتم وقتها طرد كل الموجودين في المبنى وتفتيشه فعلا. وبيقدر ساعتها رجاله بدوين في انهم يلاقوا شنطه في الحمام واللي بيبقى مكتوب عليها اسم تيم وبيكون جواها ادوات تصليح. وبيبدا كل اللي في الاسانسير يشكوا في بعض، وده لانهم ما بيكونوش عارفين مين فيهم القاتل الحقيقي، لدرجه انهم بيتخانقوا مع بعض وبيهجم بين على تيم وبيقرر انه يقتله، وده علشان يحاول يحمي نفسه ويحمي ساره من الموت. ولكن بيتدخل بدوين وبيأمرهم في انهم يبعدوا عن بعض حالا. وبيبدا ريمرز في انه يصلي ويدعي ربنا انه يحميهم وينقذهم من الشيطان. وبيسمعوا وقتها بدوين وبيسالوا لو كانت قصته حقيقيه فهي هتبقى ايه نهايتها. فبيقولوا ريمرز ان كل اللي موجودين في الاسانسير هيموتوا، وده لانهم كلهم ارتكبوا ذنوب في حياتهم. وبيرجع يقطع النور على الاسانسير مره تانية، وبيترعب وقتها كل الموجودين وبيشغلوا موبايلاتهم في محاوله انهم يحسوا بالامان. ولكن فجاه بتنسحب كل الموبايلات من ايديهم وبتتكسر، وبعد ثواني بيرجع النور وبيكون بين واقع على الارض ومقتول وما بيبقاش فاضل غير ساره وتيم. فبيمسك كل واحد فيهم قطعه ازازه وده علشان يحاول يدافع عن نفسه لو التاني هجم عليه. ولكن فجاه النور بيقطع، ولما بيرجع بتكون ساره مذبوحه ومرميه على الارض. فبيترعب تيم
تيم واللي ما بيكونش فاضل غيره، وبيكون في نفس الوقت بدوين بيراقب كل اللي بيحصل وهو مصدوم ومش فاهم اي حاجه. وساعتها بتوصل زوجة تيم واللي بيتم التحقيق معاها من بدوين، وبتتكلم الزوجة وبتقول إن جوزها كان جاي علشان يعمل مقابلة شغل، وإنه احتفظ بشنطة الأدوات في الحمام وده علشان يقدر يدخل يحضر مقابلة الشغل من غير إحراج. فبيسألها بدوين عن السبب اللي خلى جوزها ما يسجلش اسمه في السجل الخاص بالزوار، فبتقوله إن هي اللي سجلت اسمه وإن اسمه هو تيم جين. فبينصدم وقتها بدوين، وده لأنه اكتشف إن تيم سجل باسم عيلته في السجل، وإن بكده الست العجوزة هي اللي ما سجلتش اسمها، وإن مش معروف اسمها لحد دلوقتي. وفي الوقت ده فجأة بتقوم الست العجوزة في الأسانسير وبتعرف تيم إن جه وقته علشان يدفع الثمن، وده لأنه مش هيفضل طول عمره يهرب من الجريمة اللي ارتكبها. وبيرجع وقتها تيم بالزمن وبيفتكر اليوم اللي كان سكران فيه وعمل حادثة بعربيته وخبط في عربية تانية كانت سايقاها ست وابنها، وإنه لما شافهم بيموتوا ساعتها خاف وقرر إنه يكتب رسالة اعتذار ويهرب بسرعة من المكان قبل ما حد يشوفه ويبلغ عنه. وبيطلب وقتها تيم من الشيطان إنه يرحمه وما يقتلهوش، وده لأنه حاسس بغلطه. فبيديله الشيطان فرصة علشان يكفر عن ذنبه وبيطلب منه إنه يعترف بجريمته. فبينفذ تيم كلامه وبيعترف بإنه كان السبب في موت أمه وابنها من 5 سنين، واللي هم نفسهم عيلة بدوين اللي ماتوا من غير ما يوصل للمجرم. وفي النهاية بينجح رجالة المطافي في تكسير الجدار والوصول للأسانسير، ولكن للأسف بيكون الوقت اتأخر، وده لأن الكل بيكون ميت حتى تيم اللي بيظهر إن الشيطان كذب عليه وقتله هو كمان. الفيلم ده بصوت عبد الله طارق، وكتب السكريبت حسين عصام. ما تنسوش تكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك أو قناتنا على اليوتيوب، واستنونا فيلم جديد في الخلاط. يلا سلام.